السلام عليكم. خلنا نفرض انا واحد من الناس معاشي يطير بنص الشهر وما اعرف اوفر فلوسي، ما ادري فلوسي على شنو قاعد تطير، شنو اسوي؟ في طريقة مفيدة اللي هي اسمها الخمس اظرف. طريقة الخمس اظرف انا جربتها شخصيا وشفت انها وايد مفيدة، من خلالها راح تعرف فلوسك وين قاعد تروح وراح توفر فلوس. ابي كل اللي قاعد يشوف اللي فعلا مهتم حق هالسالفة هذه يجيب ورقة وقلم ويسوي وياي الخطوات اللي انا قاعد اسويها. في البداية تجيب ورقة وقلم وتكتب معاشك كم. أنا حطيت مثال 1000 دينار معاشي. ثاني شغلة تكتب التزاماتك الشهرية الثابتة اللي أنت كل شهر لازم تدفعها في بداية الشهر، خلنا نفرض تلفونك، بنزينك، أجارك، قرضك. بعد ما تحسب الفواتير الثابتة يبقى لك خلينا نقول 500 دينار. اللي بقى لك هني سواء كان 500 400 300 تقسمه على 5. اللي طلع ويانا الحين 100 100 100 100 100 100 500 طلعوا ويانا. زين شو نسوي فيهم الحين؟ فالحين صار عندك الاسبوع الاول في 100 دينار، الاسبوع الثاني في 100 دينار، الاسبوع الثالث في 100 دينار، الاسبوع الرابع في 100 دينار، وهني في شيء اسمه سيفنج. شو تسوي الحين؟ تجيب الخمس اظرف. حلو. الظرف الاول يا ظريف تحط فيه 100 دينار، والظرف الثاني تحط فيه 100 دينار، والظرف الثالث تحط فيه 100 دينار، والظرف الرابع تحط فيه 100 دينار، والظرف الخامس تحط فيه 100 دينار. مو شرط ان انت يكون عندك 100، يمكن انت عندك يكون اقل، يمكن يكون عندك 40 50 او يمكن اقل. احنا سوينا هالشيء هذا بناء على المعاش الاساسي اللي انا حطيته. يمكن انت معاشك 1200، يمكن معاشك 400، فكل واحد على حسب معاشه. الحين اذا بسألك سؤال بقول لك هل تكفيك 100 دينار حق اسبوع واحد؟ انت متخيل 7 ايام عندك 100 دينار؟ لا تقول لي ما تكفيك. حتى لو كان هذا الرقم اقل من 100، خلينا نقول 50 دينار او 40 دينار، انتم مو مجبورين كل يوم تاكلون اكل مطاعم. تخيل انا باسبوع اقول لك عندك 100 دينار وتصرف فيهم. طبعا انت وزعت الفلوس على الاظرف. زين خلينا نقول خلص الاسبوع الاول وانت ما صرفت الا 60 دينار. هذا الاسبوع خلص وانت مو صارف الا 60 دينار، يبقى لك كم؟ يبقى لك 40. ال40 تروح حق السيفنج. حلو هالطيب. نفس الشيء بالاسبوع الثاني. الاسبوع الثاني نفس الشيء، خلينا نقول انت ما صرفت الا هالمره 40 دينار، يبقى لك 60 60 تروح. نقول هذا الاسبوع، طبعا هذا خلص من الاسبوع الثالث، لا انت صرفت هالمره 90 دينار، يبقى لك 10 ويروح حق الظرف الاخير. الاسبوع الرابع انت صرفت ال100 كلها وما عندك شيء. نهاية الشهر هني 40 60 10 واورد عندك 100. نهاية الشهر انت وفرت 210 دنانير وسويت كل شيء تبي. في النهاية في موضوع ودي اذكره، صدقني ان خصصت لك مبلغ معين من معاشك يروح للاعمال الخيرية راح تشوف الله شلون يوفقك برزقتك. نقول من الاشياء الثابتة اللي انت لازم تدفعها كل شهر، تضيف لك اوبشن تسميه مثلا في سبيل الله، تتكفل لك فيه بيتيم، اسرة متعففة، ايا كان. أكثر من حديث ورواية تتكلم عن فوائد الصدقة. الصدقة تطفئ غضب الرب، داووا مرضاكم بالصدقة، ما نقص مال من صدقة، وفي أكثر من شغلة. يعني الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، في أكثر من حديث ورواية. فالصدقة لها فوائد وايد عظيمة. لازم تفهم إن دام الله أكرمك بوظيفة وأعطاك معاش حتى لو كان قليل، خصص لك مبلغ معين من هالمعاش هذا يروح للأعمال الخيرية. تشوف الله سبحانه وتعالى يزيد من رزقك، يرزقك راحة بال، يوخر عنك رفاق السوء، وايد أمور روحانية أنا وياك ما نفهمها. إذا استفدت من المقطع ومن الفيديو علم في غيرك والناس اللي حوالينك، ويعطيكم الف عافية.